هو مين قال إن ربنا مش بيحبني لو وقعت؟ ساعات لما بنغلط ونتعثر بنفتكر إن ربنا غضبان علينا أو مش عايزنا تاني. ساعات الإحساس بالذنب بيخلينا نحس إن إحنا مطرودين من حضن الله. بس هل ده حقيقي؟ مثل الابن الضال اللي قاله المسيح، الابن كان عمل مشاكل كتيرة جدا، منها إنه صرف فلوسه وعاش وسط الخنازير. والمنطق البشري يقول إن هو لما يقرر يرجع لوالده، والده يرفضه ويقول له أنا مش عايز أشوفك تاني. لكن اللي حصل كان عكس كده تماما. الأب قبله ورجعه للبيت كابن مش كخادم. المحبة عمرها ما اتغيرت. يمكن الابن اتغير لأنه مر بمواقف كتير، لكن محبة الأب كانت دايما ثابتة وما اتغيرتش. ربنا قال محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. يعني محبة ربنا لينا مش بتهتز حتى لو عملنا إيه. والرسول بولس كمان بيأكد وبيقول إنه لا شيء يفصلنا عن محبة الله. يعني ولا خطية ولا سقوط ولا ضعف تقدر تفصلنا عن محبة الله الثابتة. في كل مرة بتقع إبليس بيهمس لك إن ربنا خلاص مش بيحبك، لكن ما تصدقش الكذبة دي. ربنا في كل مرة بينتظرك زي الأب في قصة الابن الضال. حاول بدل ما تهرب من ربنا بعد السقوط، تقف وتصلي وتقول له يا رب أنا وقعت بس أنا هرجع لك، وصدقني هتلاقي باب مفتوح مش باب مقفول. مين قال إن ربنا مش بيحبك لما تقع؟ الحقيقة إنه بيحبك أكتر مما أنت تتخيل، وهو واقف مستني يقومك من كل سقوط، لأن محبة الله ليك ثابتة ومش بتتغير أبدا. ودي كانت آخر حلقة من السيزون الأول من مين قال. ما تنسوش تعملوا فولو وتستنونا قريب في السيزون التاني عشان نسمع أفكار ونعرف مع بعض حقيقتها.